نساو عليا الخميره الكيماويه والخميره المعجونه، ما كاين غير الخميره ديال الكيفير من اليوم. هذا هو البطبوط ديال الخميره ديال الكيفير البنات، جا ناجح، جا غزال البنات، جا رطب وهشيش ومهوي. النتيجه ديالو حسن من الخميره العاديه كاع. راه خليت لكم الفيديو السابق فيه الطريقه باش حضرته. كيجي رائع، شوفوا كيفاش كيجي مهوي ومفروق، كيجي ناجح 100% البنات، ما تشبعوش منه، ما كيجي فيه لا مذاق الحموضه لا والو. هذه هي لاص اللي درت انا فيه. خديت الدجاج ودرت له شويه ديال الملحه، الابزار، شويه ديال الثومه بودغ، وغنزيد عليه البصله بودغ الا ما كانش ممكن ديروا بصله مشلضه، وشويه ديال التحميره، اي شويه ماشي بزاف، وشويه ديال لا كريم فريش، غير واحد شويه الكريمه السائله، وكنخلطهم مع بعضياتهم مزيان وكنخليهم على ما يشربوا هذيك التتبيله. وكندوز كندير زويته بلديه في المقله على نار مهيله. انا ما كيعجبنيش نقلي في زيت الروميه، زيت البلديه صحيه، وخصوصا الا قليتي على نار مهيله كتعطي نفس النتيجه، والبنه كاع كتجي افضل وصحي، يعني من واحد الناحيه صحي على ديال زيت الروميه. صافي كنديرهم في لاشابلور، وكنبدا نستف القطع ديال الدجاج فوق المقله على نار مهيله، وكيطيبوا دغيا دغيا مع الدجاج. كنعرفوا انه دغيا كيطيب، ما كياخذش وقت، بلا ما نغطسوه في زيت الروميه وكيجي شارب الزيت الروميه، واصلا ماشي صحيه، راكم عارفين، خصوصا على رمضان. هذه حتى الا تشهيتوا شي حاجه مقليه ديروها بهذه الطريقه، راه كتجي رائعه البنات، خصوصا الا كانت زيت البلديه جديده، ماشي هذيك اللي قديمه وحايله، لا. صافي غنقلبوهم من الجهه الاخرى، راهم تذهبوا. شوفوا كيفاش جاو رائعين، وراهم جاو فتيين، جاو طايبين مزيان، لو غو ديالهم جا واعر. اللي دقهم ما عرفش اصلا بلي راه تقلاو في الزيت البلديه. المذاق ديالهم كيجي رائع، خصوصا مع التتبيله اللي درت ليهم. صافي وكنجيب البطبوطات ديالي كنحلهم بحال هكا. شوفوا كيفاش كيجيو، شوف مهويين. غادي ندير صوص الجيريان، وكندير شويه ديال الخس. المهم الحشوه كتبقى اختياريه، وكنزيد فروماج طرونش ديال الساندويتش، وكندير القطع ديال الدجاج ديالي. شوفوا كيفاش دايرين رائعين وما شاربينش الزيت. وكندير فروماج غابي، فرماج احمر محكوك، وشويه ديال المايس، وكنزيد لا داند فومي. يعني هاد الحشوه كامله كتبقى اختياريه، ولكن هاد لا كومبينيزون كتجي المذاق ديالها رائع. صافي كيجي بحال هكا. المهم هاد الحشوه كتجي رائعه، يعني اللي ما جربهاش كنصحو يجربها، لذيذه بزاف. وصافي، وهادو هما البطبوطات ديالي، ميني بطبوط اللي فرحانه به، فرحانه بالنتيجه. الخميره ديال الكيفير ما يمكنش انا نعوضها بشي حاجه اخرى، وصافي ما يمكنش نرجع لشي خميره روميه ولا شي حاجه. والمذاق ما كيجي لا حموضه فيه ولا حتى شي حاجه، بحال عجنتيه بخميره عاديه، والنتيجه افضل. ها هو كيفاش كيجي البنات. المهم كنصحكم انكم تقلبوا على الكيفير، تدبروا عليه باي طريقه، راه هو صحي اصلا باش تشربوه. راه ديجا مخليه لكم لي فيديو اللي قبل، الطريقه ديال التحضير ديالو كيفاش دايره. شوفوا بعدا الدجاج كيفاش هشيش. انا كنهضر هنا وهنا ماشي مشكل. وصافي، بالصحه والراحه.